أنا اسمي عادل خالد عبد الحميد من محافظة دمياط، سني هو 14 سنة، موهبتي هي الاختراع. عندك فكر وإبداع هتحقق حلمك من داخل شركة شادو للإنتاج التلفزيوني. أول ابتكاراتي أو أول أفكاري كانت سفينة متحركة بالطاقة الشمسية، موبايل سولار باورد شيب. السفينة دي أنا فكرت فيها إن حضرت مؤتمر لطلاب الجامعات، مؤتمر بيشرح البحث العلمي، حضرته باستثناء. فهمت ان البحث العلمي لازم عشان اعمل بحث اشوف مشكله بيئتي بتعاني منها. طبعا انا كبيئه ساحليه في محافظه دمياط عزبه البرج بيبقى في مشاكل بتقابل الصيادين، ان تكلفه السولار طبعا بتبقى كبيره. وفي نفس الوقت اكتشفت قبل ما افكر في الفكره او قبل ما اعمل لها نموذج واعمل لها البحث بتاعها، قابلت صاحب ورشة تصنيع السفن عشان أحاول ألم أكبر قدر من البحث عن الفكرة. عرفت إن السفينة بتاخد 500 لتر سولار في اليوم الواحد، طبعا تكلفة كبيرة جدا، وفي نفس الوقت بتلوث الثروة السمكية. فمفيش عائد إن أنا لما أنزل بال 500 لتر سولار التكلفة بتاعتها ألاقي المقابل إن أنا أصطاد الأسماك الكافية إن هي المقابل بتاع التكلفه بتاعت السولار. فكرت ان طبعا في عصرنا الحالي احنا بنبص ان احنا عايزين طاقه نظيفه، فاشتغلت اولا على مشكله البحث ان السولار تكلفته كبيره، وفي نفس الوقت ان الطاقه هيجي وقت وهتفنى مش مستمره، ما اقدرش اعتمد عليها اعتماد كلي. فكرت في الفكره اول حاجه ان انا اعملها بالخلايا الشمسيه، ده كان اول نموذج ليا. طبعا النموذج ده ما كانش بيعبر عن الفكره ككل، لان طبعا انا ما بستخدمش فيها الشراع، لان الشراع بيبقى ليه بعض الاثار السلبيه بتاثر كتير قوي مع الصيادين واللي بيصطادوا. ففكرت بعد كده عملت النموذج ده اللي بحاول اطوره. الفكره ان انا السولار سيستم او الخلايا الشمسيه هتبقى موجوده على سطح السفينه. قبل ما افكر ان انا احطها فين بالظبط عرفت السفينه تكوينها ازاي او هي ازاي عن طريق شرح من اصحاب تصنيع السفن، عرفت منها. فقدرت افهم ان السقف او سطح السفينه ما بيستخدمش في سفن الصيد، فاستخدمت ان انا ممكن يبقى الخلايا الشمسيه على سطح السفينه، بس في نفس الوقت هستخدم جهاز ان هي تتلف في نفس ضوء الشمس، لان ممكن السفينه تمشي في اتجاه عكس ضوء الشمس. فالخلايا الشمسيه احاول ان انا الفها في نفس اتجاه ضوء الشمس عشان اقدر اولد طاقه. بعد كده بحاول اطور ان انا اصغر حجم الخلايا الشمسيه لكن قدرتها على التوليد تبقى اكبر، ان انا طبعا احاول اولد طاقه اكبر، يبقى في بطاريات اخزن فيها طاقه، ان انا ممكن اخش في مجال ما يبقاش فيه ضوء شمس. لازم اولا دي كانت اول فرضيه اشتغل عليها، ان انا لو دخلت في مجال ما فيهوش طاقه شمسيه او ما فيهوش ضوء شمس هولد منه طاقه، هل السفينه هتمشي ولا هقول ان انا هستخدم لها محرك بديل اللي هو السولار؟ يبقى انا كده برضو ما استفدتش ان انا اشتغلت على الفرضيه صح. جربت الفرضيه دي في اول نموذج بالخلايا الشمسيه مصغره، بس طبعا ما كانتش مع النموذج ده كامله، لان النموذج ما بيعبرش عن الفكره ككل. اشتغلت على النموذج الاكبر بس طبعا لسه من غير خلايا شمسيه، شغال على تطويره. الفكره ان انا دلوقتي الفرضيه الجديده اللي شغال عليها وعرضتها على دكاتره من كليه ميكانيكا، ان انا عايز يبقى في الجهاز ده بنستخدمه في الصين، بيستخدموه عن طريق حركه الناس بيولد طاقه على الاهتزازات. فكرت ان احنا ممكن نحط في مقدمه السفينه الجهاز ده عن طريق حركه السفينه في البحر، طبعا بيبقى فيه طاقه وعن طريق الدفع بين السفينه والميه. فكرت ان الجهاز ممكن استخدمه انه يولد طاقه، طبعا هيطلع لي طاقه اكبر. يمكن اولى الافكار او جميع الافكار اللي انا شغال عليها في شتى المجالات. بفكر ان انا دلوقتي في عصرنا الحالي شغال على الطاقه النظيفه، فلازم ان انا اشوف سبل جديده اقدر اعتمد عليها اعتماد كلي مستقبليا. فالفكره ان انا اولا استخدمت الخلايا الشمسيه ان هي في توليد الطاقه، بعد كده شغال على الفرضيه الثانيه اللي هو الجهاز اللي اقدر منه اولد الطاقه عن طريق حركه السفينه. شاركت في مسابقه انتل ايسر، صعدت محلي، ولكن عشان النموذج طبعا في حاله التطوير ما كملش، فده كان يعتبر عائق ليا ان انا اتصعد جمهوري. ولكن حاليا انا بسعى في تطوير الفكره واعرضها وشغاله على الفرضيه. ويمكن دي الحاجات اللي استفدتها من مؤتمر البحث العلمي، ان لازم عندي يبقى في مشكله بحث وبعديها فرضيه. فعلى اساس كده عملت الفكره بتاعتي وفي حاله التطوير بتاعها، واتمنى طبعا ان الفكره اكيد هيبقى ليها سلبيه دي استفادها بعرض على الدكاتره، وعلى اساسها اعرف ايه سلبياتها واحاول اعدلها، وعلى اساسها فكرت في الفكره دي
أفكار.